الله 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 عليك يا ام عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين ومبسوطين. معكم ام عمر بعثمان. اليوم حنسوي كبسة بطريقة جدا مختلفة. حنسوي كبسة الباري باري، عبارة عن طعم تدخين كده يجنن. يلا نشوف طريقتها معانا. عندنا بصل حوالي حبتين، رشيت عليهم زيت زيتون وحطيتهم في الفرن هو والطماطم، برضو 3 حبات طماطم، حبتين فلفل رومي بهذا الشكل وكم فص ثوم كده. هذا كله دخلته في الفرن الين اتقمر بالشكل هذا معايا، وايش وهنحطه في الخلاط بالشكل هذا. وعشان نرفع طعم التدخين معانا هنحط بابريكا مدخنة حوالي نص ملعقة كبيرة. ممكن كمان عشان تكون كبسة شوية مختلفة نحط شوية من الزعتر، وحناخد كمان معانا شوية من السكر عشان يكون كده سويت اند ساور. بهارات مشكلة حوالي ملعقة كبيرة، ملح حسب الرغبة، يعني الدجاجة تقريبا حتاخد لها ملعقة كبيرة من الملح. هناخد كمان نص ملعقة من الفلفل الأسود، شوية من الزيت، وهنحط شوية موية عشان الماكينة تلف معنا وتكون سهلة علينا. وهنحط حوالي عصرة ليمونتين ونخلط. وحنجيب قدر بالشكل هذا او اي قدر عندكم، ضغط مو ضغط اي حاجة متوفرة. وحنجيب الخلطة الحلوة اللي نحن سويناها كده، وحنجيب الدجاج حقتنا. عندنا دجاجة هنسويها كده، قطعناها 4، غسلناها طبعا ونظفناها وايش، وحنقلبها بالشكل هذا في الخلطة الحلوة حقتنا. وحنبدأ نقلب كده كله مع بعض. بالشكل هذا كده نخلي الدجاج حقتنا تشرب التتبيلة الحلوة بالشكل هذا عشان يكون طعم كده وجميل، وطعم التدخين البصل والطماطم والحاجات الحلوة اللي حطيناها فيها، وكمان البابريكا يعطي طعم للدجاج. حنقفل عليه الين بس يستوي، وبعدين حنطلعه ونحط موية ونحط الباقي. واول ما الطماطم حقتنا اتسبكت حنحط بس شوية موية عشان الدجاج يستوي. وهنحط البهارات حقتنا حوالي 1 قرفة، 2 لورا، 2 ليمون، 3 حبات أو 4 حبات هيل، وعندنا كمان قرنفل كده كام حبة نحطهم كده ونسيبهم كده يتجانسوا كلهم مع بعض وياخدوا كده من طعم بعض، ونغطيهم ونسيبهم يستوي. هنشيل الدجاج كده، هنرصه في صينية ونولع عليه الشواية الين ياخد لون. في المرحلة هذه أنا عندي القدر فيه موية ومظبوط الملح حقته. حناخد الرز غسلته ونقعته وصفيته بهذا الشكل، وخلاص هحطه كده، وحنوزن الموية وحنظبط الملح. وعلامة الجودة 1 فلفل أحمر و1 كمان فلفل أخضر. نقفل كده بهذا الشكل. الرز رطب يا جماعة ويجنن ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. وبكده كبستنا جاهزة. يا سلام يا سلام، شوفوا شوفوا كيف الجمال، ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 عليك يا ام عمر. الوصفة هذه لازم تجربوها، لازم تجنن. طعم التدخين مع ريحة التدخين، الخضار اللي شويناه في الأول، حاجة كده يا جماعة خطيرة وروعة. إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله تطبقوها. أتمنى إن شاء الله تشوفوني كمان في وصفات ثانية. كان معاكم أم عمر بعثمان، أحبكم مرة. باي باي.